عاملين ايه؟ جايلك بفيديو توقعات مين هياخد افريقيا، الماما افريكا. بس بصراحه انا هقول حظوظ المنتخبات العربيه، وهرتب لك مين اللي هياخد البطوله باذن الله. باذن الله الكلام ده هتلاقيه صح كله كله كله. وكمان هقول لك التالت والرابع والمركز التاني طبعا اللي هيبقى في النهائي. بس انا هنتكلم الاول بس على اللي حصل في مباراه نيجيريا بتاعت امبارح، كده كام نقطه صغيرين بس، وراح جاي ايه، هنروح على المجموعات واقول لك مين اللي هيتاهلوا المجموعات، وهقول لك كمان الثلاث مراكز الاربع مراكز. تمام؟ فانت مستني ايه؟ انزل اعمل لايك، يعني نوصل الفيديو ده مثلا 10 لايك، ها يعني حلم صغير. واعمل لها بقى اشتراك في القناه علشان نكبر بقى القناه ديت، علشان انا والله بحضر فيها حاجات جامده قوي قوي هتعجبكم. ويلا بينا، ليتس جو. تعالى نبدا مباراه الاول مصر ونيجيريا. وانا بصراحه المنتخب المصري لو كان خسر حتى في الماتش ده كنت هقول نفس الكلام ده. مباراه كنا كويسين، يعني مش هقول لك كنا وحشين، كنا كويسين. بس نيجيريا برضو كانت معفنه قوي، يعني معفنه قوي 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 نيجيريا، وهي كانت وحشه. بس انا في حاجه، احنا ليه بنسيب الكوره؟ يعني انا لاحظت حاجه امبارح في مباراه نيجيريا، ان احنا سايبين الكوره، يعني اللي هو بنلعب على المرتدات. وده اسلوب على فكره كابتن حسام حسن من زمان، حتى في المصري وحتى في مودرن. ده اسلوبه اللي هو بيلعب على المرتدات. بس انت منتخب مصر ما ينفعش ما ينفعش تسيب الاستحواذ للفرقه اللي قدامك او المنتخب اللي قدامك. معلش، احنا لو قدام منتخب قوي مثلا زي المغرب، السنغال، كوت ديفوار، سيبنا لهم الكوره هنتفشخ اقسم بالله. يعني يعني دي نقطه مش عجباني بصراحه، ان احنا بنسيب الكوره ونبدا نلعب على المرتده. الاستحواذ مش معانا. نيجيريا كانت معانا امبارح الكوره ياما وبتاع، وبتحنكش يمين وشمال، بس ما فيش، كانش فيش خطوره خالص غير الكوره اللي الشناوي بيه شالها. فبس دي اول نقطه. تاني نقطه، مش كفايه بقى كابتن محمد الشناوي، مش كفايه. هنا بص، مش كفايه منتخب والاهلي خلاص يا جماعه. يعني اقسم بالله بيمسك الكوره عنده تسلخات يا جماعه. ايه اللي بيعمله ده؟ يعني انا مش فاهم ايه. وفي حد بيصد كده؟ انا مش فاهم برضو، يعني ايه اللي هو بيعمله؟ مش فاهم. كفايه بقى، كفايه كفايه كابتن محمد الشناوي، اقعد بقى دكه، لان شوبير حرام يا جماعه. يعني انا سمعت ان شوبير جاي له عرض من جيرونا. حرام يعني، مشوه. سيبوه بقى يا جدعان بقى في الاهلي، وقصدي على المنتخب يعني. ما انا بعاني اقسم بالله، بعاني. اطمن ازاي يا ابني يا حبيبي؟ انت واقف في الجون. ده احنا لو قابلنا المغرب بقى والكوت ديفوار، سيبك من الكاميرون هنعرق اساسا. ولا لو قابلنا السنغال، ده احنا هيتعمل مننا بطاطس الصوابع، هيتعمل مننا شاورما سوري. دي تاني نقطة بتاعت الشناوي. كفاية كفاية والله العظيم، عشان انا كل ماتش ما بسمعه لك بربطهم من تحت. خلاص بقى كفاية، جبت اخري خلاص. دي تاني حاجة. تالت حاجة، وهي ان الماتش ده لا يدل على شيء. انت رايح تعمل ايه يعني؟ اصل احنا كسبنا نيجيريا قوي وبتاع، بس نيجيريا يعني برضو نيجيريا كلها محترفين. يعني انت ما تفكرش ان نيجيريا اللي في كلوب بروج واللي في اشبيليا واللي في ريال بيتيس واللي في كلها محترفين. ده غير اوسمان لسه لما يجي يعني. وانت بتلعبهم امبارح من غير محترفين. يعني هم كانوا نزل لك لوكمان بتاع اتلانتا تقريبا، ونزل لك يعني ناس تقيله برضو محترفين. انت يعني من غير محمد صلاح، من غير عمر مرموش، من غير تريزيجيه، من غير عبد المنعم مثلا، يعني برضو لسه سكوادك مش كامل يعني. بس ده لا يدل على شيء. وحتى لو كنا خسرنا كنت هقول لك عادي. يعني انا يعني قلقانين شويه، بس لا يدل على شيء. امبارح انت دفاعك منظم، ما كانش فيه خطوره من نيجيريا خالص خالص خالص. ما كانش فيه خطوره خالص من نيجيريا. منتخب يعني لو فاهم، هو بينقل الكره من اليمين للشمال، يرجع ورا وبتاع، واحنا بنلعب على المرتدات. بس يعني هو ده اللي كنت جاي اكلمك فيه. بالنسبه لي نجم الماتش محمد هاني، وزيزو على فكره برضو. الاثنين دول هم نجوم الماتش. امام كان عامل ماتش كويس. الولد محمود صابر لعيب كويس جدا على فكره يا جماعه، لعيب كويس، لعيب كويس بجد. بس هم دول الناس يعني اللي كانوا كويسين في الماتش. فده بالنسبه لي ده ماتش ايه، مصر ونيجيريا. تعالى بقى نخش بقى على توقعات. بص يا معلم، اول حاجه مصر في مجموعه بتضم فيها مصر، انغولا، جنوب افريقيا، وزيمبابوي. اتوقع ان مصر هتصعد اول من المجموعه ديت. يليها على طول جنوب افريقيا، يليها انجولا، يليها زيمبابوي. دي اول توقعاتي للمجموعه ديت. تعال نخش على المجموعه ايه، وهي بتضم مالي والمغرب وزامبيا وجزر القمر. مجموعه يعني فاهم. المغرب، وانا عندي نقطه على المغرب اكلمك عليها دلوقتي، بس بعد ما ارتب لك المجموعه. اول مجموعه تبقى المغرب، تاني مجموعه تبقى مالي، تالت المجموعه بتوقع والله بتوقع جزر القمر، رابع المجموعه زامبيا.
بص المغرب طبعا هي المستضيفه البطوله. وفي حاجه، منتخب المغرب دايما لما بيبقى عليه توقعات انه ياخد البطوله بيقدم مستوى ساذج جدا جدا جدا، واحنا عارفين كل الكلام ده. منتخب المغرب هو المرشح الاول طبعا للبطوله، وانا حاطه وهقول لك حاطه في المراكز فين. هو المرشح الاول للبطوله. هو اقوى تقريبا منتخب حاليا في افريقيا. بس انا بالنسبه لي مش مش حاسسها. المغرب السنه اللي فاتت طلعت، يعني كان كل العين عليها انها تاخد افريقيا. بس ما عملتهاش، الله اعلم. انا بقول المجموعه ديت يعني. تعالوا نخش المجموعه سي، وهي بتضم نيجيريا وتونس وتنزانيا واوغندا. طبعا اول المجموعه هيبقى تونس. تاني المجموعه ايوه حاسسها تونس والله. تونس دايما اللي بتفاجئنا يعني. حاسسها تونس، بعدها نيجيريا، بعدها ممكن اوغندا. لا، تنزانيا كويسه. بعد كده اوغندا. تعال نروح للمجموعه دي، وهي بتضم بنين وبوتسوانا، جمهوريه الكونغو والسنغال. اول مجموعه طبعا السنغال. تاني مفيش مفاجآت، يعني مفيش مفاجآت، مش هقول لك انا مفاجآت والكلام ده. تاني المجموعه هيبقى جمهوريه الكونغو. تالت المجموعه بوتسوانا. رابع المجموعه بنين. تعال نخش على المجموعة إي، وهي بتضم السودان، الجزائر، بوركينا فاسو، وكمان غينيا الاستوائية. مجموعة صعبة جدا يعني في نظري. دي تاني أصعب مجموعة. لسه في واحدة بعدها أقول لك عليها. بتضم السودان والجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية. بصراحة مجموعة صعبة، فيها الجزائر وفيها السودان. اتمنى الجزائر والسودان يصعدوا، بس صعب جدا. الجزائر هتصعد اول، التاني غينيا الاستوائية، التالت ان شاء الله السودان وتصعد احسن توالت، الرابع يبقى بوركينا فاسو. تعال نخش على المجموعة اف، وهي اصعب مجموعة وفيها كلاسيكو يعني افريقي. تمام. بتضم ساحل العاج اللي هي كوت ديفوار، الكاميرون، موزمبيق والجابون. مجموعة صعبة قوي، مجموعة صعبة، وهي اصعب ثلاثة يعني بالنسبة لي. كوت ديفوار، الكاميرون، وموزمبيق. هحط كوت ديفوار صاحب اللقب اخر واحد. بعدها هحط الكاميرون اللي يعني ما صعدش كاس عالم وبيقدم مستوى زي الزفت، يعني من اخر افريقيا اللي فاتت هو فاهم في النازل. فهحط يبقى كوت ديفوار، كاميرون، موزمبيق والجابون. تمام. ديت الترتيب بتاع الترتيب مجاميع يعني اللي انا قلتها. تعالى بقى هقول لك المرشح الاول اللي ياخد البطوله ديت، وهو المغرب. للاسف كل العين ان المغرب تاخدها. المغرب منتخب الشباب قدر ياخد كاس عالم. منتخب الناشئين قدر يوصل سيمي فاينال. منتخب الكبار اللي شرفونا طبعا في كاس العالم، اخر كاس عالم 22، وحصل على المركز الرابع. تمام. منتخب المغرب برضو واللي تقريبا في الشباب قدروا ياخدوا افريقيا. منتخب المغرب بقى من هنا لبكره يعني فاهم. المنظومه المغربيه واحنا عارفينها يا جدعان يعني. حدث ولا حرج يعني، خلاص بقى. كمان يعني منتخب المغرب اللي قدر يوصل نهائي كأس العرب، اللي بيضم الأردن ومنتخب المغرب، والاثنين مدربين مغربيين. ده بيبين لك قد ايه ان الكرة المغربية قد ايه ناجحة جدا، وانها ما جاتش معاهم حظ او صدفة او الكلام اللهبل اللي الناس بتقوله ده. لا. فالمغرب منظومة يا جدعان. فالمرشح الأول طبعا للبطولة هو المغرب. طب مين هيبقى التاني؟ والله صعبة. بس ارشح التاني هيبقى الكودي فوار. متهيالي كودي فوار مدرب يعني منتخب جامد ومش بعيده، مش بعيده. فنحط التاني كودي فوار. التالت وهحط طبعا مصر. حاسس ان كابتن حسام حسن هيوصل بالمنتخب المصري ده لابعد نقطه لسبب واحد. لما الدنيا تبقى معاك مقفله كده، والناس كلها مش واثقه فيك، وان انت مش هتعمل حاجه وبتاع، وامبارح تلعب مباراه مع نيجيريا ما فيش جمهور وقرف وتذاكر بفلوس يعني المفروض تعملها حتى. الدنيا كلها فاهم ضد كابتن حسام حسن. فانا حاسس ان ربنا هيكرمه وهيقدر يحقق حاجه في البطوله ديت، وباذن الله والله يا رب توقعاتي تبقى غلط ونقدر ناخد البطوله. يعني يا ريت اتمنى ده. وغير كده انت جاي لك محمد صلاح، جاي لك جاهز جدا، وعايز يثبت لارن سلوت ويثبت لجيمي جراجير ويثبت للعالم ان كلام جيمي جراجير غلط، وان هو لا، قدر يحقق اهوت مع المنتخب وبيقدم مستوى عالي، وانه ما يستاهلش يقعد دكه في ليفربول.
جاي لك عمر مرموش حتى لو مش هيكمل مع السيتي، بس عايز يثبت برضه للناس انه لا، انه جامد، وانه عادي يقدر يلعب في فرقه غير السيتي، فرقه كبيره في اوروبا. برضه نفس الكلام، جاي لك تريزيجيه جاي لك بفورمه، زيزو جاي لك بفورمه، عوده امام عاشور، في كذا نقطه بتخلي المنتخب تديله حاجه ايجابيه. فاتمنى والله. فانا حطيت مصر في المركز الثالث. المركز الرابع حاسس ان الجزائر هتقدر تعمل حاجه، حاسس والله ان الجزائر هتقدر تعمل حاجه، واحطها في المركز الرابع، وخد معايا المركز الخامس، مش ما ترجعش ورايا السنغال. مش حاسس ان السنغال هتقدر السنغال مش عارف طلعت من الكونغو ولا طلعت من كوت ديفوار، طلعت من كوت ديفوار تقريبا البطوله اللي فاتت، ضربات جزاء. مش حاسس ان السنغال تقدر تعمل حاجه في البطوله ديت. البطوله ديت مش هتخرج من ايد حد عربي، يا مغرب يا مصر باذن الله، يا الجزائر. هم دول يعني ممكن الكوت ديفوار، ممكن جدا الكوت ديفوار. انا حطيت المركز الثاني كوت ديفوار. فانزل قول لي توقعاتك في الكومنتات، وانت مين ياخد البطوله ومين يعني. انزل قول لي في الكومنتات. وطبعا يعني يا ريت تشاركنا بلايك وتدعمنا بيه، وتنزل تعمل لنا طبعا اشتراك في القناه، عشان باذن الله هنغطي تغطيه لامم افريقيا على القناه ديت، بس مش هنسافر، هنغطيها من بيتنا. فانزل اعمل لنا اشتراك، وانزل اعمل لنا لايك، وما تنساش طبعا تصلي على النبي، وتتابعنا على كل السوشيال ميديا هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. وسلام.